على الاخ ابو تريكه. تمام. اللي هو طبعا فاكر انا لما طلعت معاك يا احمد وكشفت ابو تريكه، وكان مرسي موجود في الحكم، ومرسي موجود في مارس 2013، 2013، وقلت لك شحت ابو تريكه، نعم، ابن عم محمد ابو تريكه، نعم، اللي واخد 15 سنه سجن، وكان موجود في سجن اللومان لانه عنده قضيه تزوير وانتحال صفه لما عمل ان هو مندوب وزاره الداخليه في موضوع الحج وخد 15 سنه. اللي فند ابو تريكه اللي بيعرف ربنا، الشيخ اللي عمل ملايين الملايين، راح لمحمد مرسي البيت ومع بعض اللعيبه المنتمين للجماعه وعمل عفو عن شحت ابو تريكه. شحت ابو تريكه اللي سايب لي رساله على تليفوني متسجله انه هيقتلني، خلي بالك، ده ابن عم ابو تريكه. الاخ ابو تريكه النهارده قال لك ماجد سامي، خلي بالك انا مستغرب، ماجد سامي ده راجل مسيحي قبطي، واحنا طبعا ما عندناش مشكله مع المسيحيين، بالعكس اخواتنا، بالعكس طبعا، اهلنا، نعم، تاني بقول اخواتنا واهلنا، صحيح. خلاص. ابو تريكه النهارده بيدافع عن ماجد سامي ويقول لك ماجد سامي ده اللي قال لك الطراز دي مجموعه محترمه وجميله، شوف الراجل المحترم. يا ابني دول اللي حارين كنايس دول، ودول اللي راحوا ضربوا في سبتمبر دول، هو ايه هو ايه اللي في الدنيا؟ انت يا اخي ماجد انت ناسي اللي حرق كنايسك واضطهد المسيحيين ومنعهم ينزلوا الانتخابات بالبلطجه؟ هم دول اللي انت جاي النهارده تدافع عنهم؟ لكن بص يا احمد، انا مطمئن ومتفائل انه طول ما في عندك قضاء مستقل اوعى تخاف على بلدك. تاني، طول ما عندك قضاء مستقل اوعى تخاف